انا اسف، احنا بنروح نجيب من براندات قهوتها ما بتتشربش بمبالغ خياليه. آه، ازيك؟ ازيك يا ايه عثمان، عامل ايه؟ الاخبار؟ مبسوط ان انا معاك النهارده. والله انا مبسوط اكتر. انا بحب دايما اول سؤال اساله للناس حتى لو ما قابلتوش بقالي فتره: انت عامل ايه؟ والله الحمد لله زي الفل. انت كله كويس؟ كويس؟ الحمد لله تمام. الشغل اخباره ايه؟ والله الحمد لله زي الفل، في نعمه. كله زي الفل. في تقدم الحمد بجد؟ لله. تحب الصيف؟ لا. الشتاء اه طبعا. اكتر؟ طبعا. انا جاي ماشي من عندكم لحد هنا، الموضوع كان صعب مع فرهدة. السلم كمان، تلزيق. الموضوع لا، خطير. السلم ده قصه تانية. السلم ده انا قعدت اقول واحد كل دور زي ما انت قلت لي. اه. قلت لي اول ما تطلع دور قول واحد، اول ما اه تطلع دور قول واحد، فضلت اقول واحد ما حسيتش بحاجه وتعبت برضه. برضه. مشوار بعيد. معلش، ما كده سلم النجاح لازم تتعب عشان توصل، يعني وصلت السطوح في الاخر، فتمام. انت فاكر حاجه من طفولتك؟ اه طبعا. كنت شقي يعني؟ لا كنت هادي خالص مم. و... كنت يعني مش عايز اقول، ينفع اقول سخيف يعني؟ عادي براحتك. لا ما كنتش شقي، كنت هادي خالص مم. بس يعني الطفوله بتاعتنا كانت مختلفه شويه عن دلوقتي. ما زي. كانش فيه بقى موبايلات، ما كانش فيه مم. اي نشاطات غير نادي او مركز شباب جنب البيت وبننزل نلعب كلنا. مم. يعني حتى تلاقي الجيل بتاعنا ده بيلعب كوره باستمرار. مم. اللي بيعرف يلعب واللي ما بيعرفش، انا طبعا ما بعرفش العب. اه. اللي بيعرف يلعب وما بيعرفش يلعب بيلعب كوره. مم. تلاقي الاجيال اللي اصغر مننا شويه، يعني مثلا لما بنحجز ماتش كوره مع الشباب في الاسبريسو مم. كلهم اعمارهم صغير، كلهم 21 22. اه. لما بنيجي نحجز ماتش كوره انا لا بنعرف نلعب عنهم، مم. هم ما احتكوش كتير. تمام. لكن احنا مش ايه. كنت بلعب هاند بول صح. مم. كنت بلعب هاند بول، قعدت فتره العب هاند بول بس برضه ما نجحتش فيها. مم. بص انا جربت رياضات كتير وما نجحتش فيها، ما نجحتش في الرياضه خالص. 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 مش سالكه معاك يعني. وبان عليا. عندك كام سنه؟ أنا 36. 36. اه. اه 89 و 90؟ 90. 90. اه. تخيل ان 90 بقى جيل كبير قوي. بقينا عواجيز دلوقتي. لان جيل الالفينات ما بقى عندك. عندك عمو. اه طبعا. اه اه فعلا. طبعا. احنا تقريبا بتقال كل لي عمو، بودكاست بتقال لي يا مستر، وبتقال لي بدل بيتقال لك يا عمو، فانت كده كبرت خلاص. بتقال لي عمو. طيب. عدينا الطفولة وكبرنا شوية، امتى بقى بدأنا نكتب شعر؟ وانت كنت بتتضايق اوبا. قوي لما حد يقول لك انت بتكتب شعر، تقول لهم لا انا شاعر غنائي. اه ما المشكله ان انت عندك تفاصيل مش موجوده عند حد. تقريبا كويس. ما حدش عارف ان انا ما بكتب انا او كنت بحثت بكتب بحثت شعر. دورت. مش دورت، احنا كنا مم. آه بص هو انا بدات موضوع الشعر متاخر شويه مقارنه بالناس اللي كانوا بيكتبوا في الوقت ده. تمام. الشباب اللي كانوا موجودين في سني كانوا بيكتبوا قبلي بشويه. حلو. انا بدات في اخر ثانويه عامه او في اول الكليه بدات اكتب شعر. مم. وكنت بحب اكتب شعر غنائي اكتر لان انا كنت بحب اجيب التيمه بتاعت الاغاني او مم. الالحان واكتب عليها. تمام. وكان قدوتي شاعر اسمه ايمن بهجت قمر. اه. لا ايمن بهجت قمر ده كان مم. قدوتي، كان حد كويس. جامد قوي وبتاع. وكنا بنحضر بقى ندوات شعر وبنكتب شعر، بس لقيت الموضوع في الاخر مش جايب همه مش يعني. جايب همه. اه. يعني انا بصيت لها كبزنس شويه اللي هو تعرف ان انا. انا لسه فاكر لك بلوتو؟ اه مم. مم. لا هو مش جايب همه. وهم عارفين هو مش جايب همه. هو جاب همه مع ايمن بهجت قمر وبهدي محمد، الناس الجامده دي. انت عارف بجد ان بلوتو دي لسه انا حافظ اه الاسم، برغم ان احنا ممكن تكون قلتها مع بعض من اكتر من 10 سنين، تقريبا 13 سنة مثلا. كانت حاجه مطرقعه شويه. اه. بس لو قلنا دلوقتي نروح في داهيه. طيب يعني احنا كتبنا شعر في ثانوية عامة او في الجامعة، وخدنا فيه 3 4 سنين، وبعد تقريبا. كده دخلنا ايه بقى؟ كلية ايه؟ اعلام. ده اختيارك لا ولا؟ هو انا اصلا دخلت اعلام تعليم مفتوح مم. بعد ما تعينت في شركه بترول. انا تمام. انا خلصت ثانويه عامه، مم. دخلت شركه بترول، كانت شركه السويس اسمها البترول اللي هي المعمل. مم. دخلت ابناء عاملين، والدي دخلني وانا عندي تقريبا 20 سنه. كويس. كان سن صغير، كان مطلوب ان انا اجيب جواب فصل من الكليه. مم. انا كنت في معهد لغات ترجمه فوريه. مم. كان مطلوب ان انا ما بقاش بدرس عشان ادخل الشركه، مم. عشان هم مش عايزين مؤهلات عاليه، هم عايزين اه. مؤهلات متوسطه. اه. المهم الدرجة الوظيفية. عايزين مؤهل متوسط. فانا مم. دخلت الشركه مم. في 2011، في نص 2011. قعدت هناك 9 سنين. مم. وانا هناك قررت ان انا هكمل تعليمي بس اعلام، مش مم. لغات ترجمه فوريه. ودخلت تعليم مفتوح مم. وقعدت هناك يعني. قعدت طولت في الكليه شويه، كان تعليم مفتوح بمزاجي شويه اه. لغايه ما سبت الشركه بقى واتفرغت للقهوه. طب ده اصلا الاعلام انت كنت حابب الموضوع؟
لا ولا والله شهاده؟ مش حابب حاجه يعني. انا كنت متخيل ان انا حابب، بس دخلت لقيت كليه زي كليه. وبعدين لما بتتكلم برضو النهارده في كليه اعلام واللي في ارض الواقع حاجه تانية خالص. فاهم. يعني الكتب برضو دي حاجات من الثمانينات او من السبعينات، تيجي تبص لها النهارده مش ابديت. يعني النهارده مثلا السوشيال ميديا مش موجوده في الكتب بتاعت كليه اعلام. الوضع مختلف تماما. تمام. انت اصلا وانت صغير قوي كان نفسك تطلع ايه؟ فاكر ايه احلامك؟ مش عارف، ما كانش في حاجه معينه. مش عايز تطلع دكتور ومهندس، لا الحاجات لا اللي بنتربى هم عليها كانوا دي؟ عايزين نطلع دكتور، بس انا ما كنتش شايف نفسي كده خالص. عمري ما حسيت ان انا هطلع دكتور يعني. وبعدين ما كنتش جامد في المذاكره يعني. زمان واحنا صغيرين ابتدائي واعدادي والكلام ده تمام. ثانوي خربنا الدنيا. بلاي ستيشن وبلياردو. اللي هو يا دوب بلاي ستيشن وبلياردو. ده مهم جدا. ايوه. عشان دلوقتي الوضع مختلف. بنسمع البوم واما في الخلفيه واحنا قاعدين هناك، والبوم عمرو دياب اللي ينزل يقلب الدنيا. بس ما كانش في دماغي حاجه معينه في يعني ما كنتش عايز اطلع حاجه معينه مثلا. او مش عارف، انا ما كنتش شايفها كده او ما كنتش بفكر في الموضوع ده بالشكل ده. بحس ان يعني كنت عارف انت انجري بيرد لما ترميه كده مش عارف اروح فين، كنت تايه شويه. انا الفتره دي فعلا كنت تايه شويه. بس جربت. جربت كل حاجه تقريبا. انا فشلت في حاجات كتير جدا على فكره. كويس. يعني انا تقريبا رياضه جربت كل انواع الرياضه تقريبا وفشلت فيها. انا عمي كان مدرب هاندبول، كان مدرب جامد قوي، الله يرحمه، كابتن وليد الحريري، الله يرحمه. حاول يشدني للعبه، انا مش ناجح فيها، انا مش جامد فيها. كنت انا بعرف امشي بس انا مش جامد فيها، ما نجحتش فيها. حاولت العب كوره ما نجحتش فيها، كل الرياضات اللي انت متخيلها حاولت العبها ما نجحتش فيها. فتحت كذا مشروع اصلا قبل القهوه. فتحت بلاي ستيشن، وفتحت اشتغلت في الملابس، واشتغلت في حاجات كتير برضو. ما رحتش شركه السمنه؟ كتير والسكر. كل ده رحته طبعا. شفت ب 12 ساعه، 3 ب 10 جنيه باين؟ لا ما كانش ب 10، كان اكتر. في وقت ما انا رحت كان، بس مش اكتر كتير. كان يعني انا رحت زمان كان ب8، بعد كده زاد بقى 11 12 حاجه كده. تخيل انت تروح ما يطلع عينك تاخد 11 جنيه انت ماشي. طب ايه المشاريع اللي بتقول فشلت عشان قفلت او خسرت فيها؟ عايز تتكلم على الفتره دي؟ احنا ممكن ندخل بقى على الشركه. الشركه والوظيفه، لان انا دخلت شركه عندي 20 سنه. اوكي. انا النهارده 36 سنه. تمام. فمن ساعه ما دخلت ده سؤال غريب شويه. احنا ليه سيبنا شركه البترول؟ ايه؟ لا براحتك. كان عنده مشكله في التجميد هو واخوه. اوكي. راح اتاخر عقبال لما اتحد، وبعد كده جت كورونا. الموضوع ده يتوه جدا. الموضوع مش موجود في اللوائح بتاعت البلد. يعني انا الحاله بتاعتي مش موجوده. عمر عارف، انا ليا اخوات لو اتجوزوا مش حرام. والله. انا ليا اخواتي من ابويا واخواتي من امي. تمام. لو اتجوزوا بعض مش حرام. ايوه ما مش اخوات، مش هم مش شقق. فانا اصلا انا عايز اقول لك ان في موضوع التجنيد والورق ده انا قعدت شهور اطلع ورق. دي هنشيلها طبعا. لغايه كل ده هنشيله. عارف انت الكود العائلي اللي بيقعد 3 شهور ده خلص صلاحيته، خلصت وانا لسه ما خلصتش ورقي. اوكي. فهو الموضوع كان معايا اللي هو العساكر اللي انا في الاخر بقول ان هو مش مكتوب لك يعني. الحمد لله. لا بالنسبه للشركه لا احسن حاجه. ممكن لا انا كنت طالع عن احلامه يعني. انا كنت حابب اسيب الشركه. يعني انا الموضوع بالنسبه لي، موضوع الشركه ده يعني فكره انت سايب شركه بترول، الناس بتحلم ان هي تدخل تتوظف في شركه بترول وانت رايح تسيبها وبمزاجك. اتفصلت منها بس كان في ايدك ترجع. يعني انت حصل ظرف يعني. ما يعني شويه اجراءات كده خلصت الحمد لله، يلا بقى ارجع. لا مش راجع. طب ليه مش هترجع؟ انا مش عايز ارجع. انا اصلا قبل ما اسيبها كنت عايز اسيبها. انا اتفصلت زي ما تقول كده. ربنا قال لك ايه؟ مش انت عايز كده؟ خد. ايوه يلا بقى اشتغل على نفسك. هي برضه عشان الناس ما تفهمش غلط، الوظيفه ممكن ما تبقاش مناسبه ليا. في ناس الوظيفه مناسبه جدا ليهم. دي حقيقه. يعني في ناس بتهاجم الوظيفه بشكل كبير. لا انا مش بهاجم الوظيفه، بس هي ممكن ما تكونش مناسبه ليا. مش يعني في حد مثلا ما بيستحملش الريسك بتاع السوق والضغوط النفسيه اللي بتمر بيها وانت تاجر، وانك تجيب بضاعه وبعد ما تجيبها تكتشف ان الاسعار رفعت جدا وانت بايع نص البضاعه، فتيجي تشتري جديد تلاقي نفسك اشتريت باسعار تانية خالص. ايوه الريسك ده في ناس ما بتعرفش تعيشه. ده ممكن يعني نخليه لوقته. بس انا فعلا بالنسبه للوظيفه انا معاك جدا، لان انا مستقيل مرتين حكومه، فانا عارف القصه دي. ان انا في اوقات
الشغلانه مش سالكه معايا، السلام عليكم وانا ماشي، فاهم؟ ودي بنعملها يعني الجيل ده او لما كبرنا شويه ما نقدرش نعمل كده، بس في وقت معين احنا ممكن نعمل كده. انا عملت ده. فكره ان انت ما كنتش عارف تسيب ده بسبب الضغوط الموجوده طبعا من الاهل، ما حاجه شبه كده. فلما انت اضطريت ان انت ما تبقاش موجود ولقينا ضغط كبير في الموضوع ده، مجرد ما ابتديت ان انت تشتغل على نفسك وتعمل اسم وكده، اللي حواليك دعموك. انت في وقتها محدش دعمك، الناس كلها ضدك. هو الفكره كلها. بص مفيش حد في الدنيا موجود هتيجي تقولي له انا هسيب شغلانه الحكومه هيقول لك يلا بينا. ايوه ده اللي هو مفيش لا مفيش، لا انفتك المير يتمرمغ في ترابه. لا هو انا لغايه النهارده اصلا بلاقي ناس بتقول لي انت ليه سبت الشركه؟ انت تعمل ورقه في ناس قول له معلش كنت عايز اشتغل مدير ما رضيوش. لا في حد جالي من فتره قال لي انت ليه سبت الشركه؟ قلت له انا سايب الشركه بقالي بتاع 7 سنين ولا 8 سنين، انت جاي تقول لي دلوقتي؟ قال لي لا ما انت كنت تشتغل دي جنب دي. هو المثال ده موجود. أيوة. فكره ان انت شغال موظف الصبح وعندك شغل بالليل، بس ده بيخلي البيزنس بتاعك محدود. دي حقيقه. ده مش هيوصلك ان انت لو ما ركزتش في البيزنس مش هتروح في حته ثانيه، مش هتوصل لحاجه. وبرده مش هتبقى الموظف المثالي الملتزم اللي بياخد ترقياته في ميعادها والكلام ده. يعني انا قبل ما اسيب الشركه اصلا كان موقف لي ترقيه وكنت واخد جيزه انا لو كنت كملت ما كنتش هقبض حاجه اصلا. ايوه انا فاهمك. ففكره ان انت يعني طبعا النظره بتاعت المجتمع انت مجنون. لا انت مجنون. انت سايب وظيفه الناس كلها عايزاها وبتاع، بس انا شايف لا. مش احنا دلوقتي عندنا فريلانس، زمان ما كانش عندنا. يعني الشغلانه دي اسمه مش شغال. على فكره النهارده مصادر الشغل اسمه مش شغال. المصور كان اسمه سمير سبوت فما كانش محدش فاهم يعني ايه ديزاينر، يعني ايه مصور، يعني ايه كده. دي شغلانات النهارده مصادر الدخل انك تقدر تجيب فلوس، الموضوع اسهل بكتير من زمان. حقيقة. بس انت محتاج تشتغل على نفسك عشان تعمل ده. هو انت تقدر تفتح اي حاجه بس مش هتقدر تتميز فيها بسهوله. صح. فانت لازم تشتغل على نفسك عشان تعرف تتميز فيها، لان المنافسه بقت شرسه في كل حاجه. حلو. طيب احنا هنرجع ورا شويه. هو انت اصلا امتى شربت قهوه؟ بدات تشرب قهوه او بدات تحب شرب القهوه؟ متاخر برضه. متاخر. ما انا كبير برضه. يعني انا كان عندي 20 سنه او 21 سنه لما دخلت الشركه واشتغلت شيفتات. فكنت بشتغل شيفت بتاع بالليل ده اللي هو من الساعه 11 للساعه 7 الصبح. حلو. فحبيت اشرب قهوه بسكر وطعمها مسكر قوي. بعد كده واحده واحده بدات اقلل السكر عشان كنت عايز اعمل دايت. فلقيت القهوه طعمها احلى من غير سكر. حلو. رغم ان القهاوي اللي كنت بشربها كانت القهاوي الشعبي اللي موجوده في السوق. فواحده واحده بدات ادوق القهوه، فقررت ان انا عايز اشتغل في مجال القهوه. طب اعمل ايه؟ هكلم براند قهوه معروف من البراندات اللي موجوده في السوق اللي بتوزع في السوبر ماركت. كويس. هاخد اسمهم اشتغل بيه عندي. ماشي. كلمت حد واثنين وثلاثه، لقيت الموضوع مش غالي قوي. يعني وبعدين حسيت بقى ايه، ان انت هتاخد اسم غيرك تتعب فيه وتشتغل عليه عشان تكبره. هيبقى اسم غيرك. اسم صغير وكبره انت. حلو. بس فبدات مشروع صغير. اشتغلت وجربت فيه قوي. حمصت بايدي. انا اول ما بدات بمحمصه. يعني ناس كتير يقول لك لا انت لما تبدا المشروع ده هات بن متحمص جاهز. لا انا بدات بمحمصه وجبت محمصه على قد امكانيات وقتها. ايوه بس ده ريسك كبير جدا. حرقنا اول شواليه. حرقنا كتير. وزن كتير. انا عايز اقول لك اصلا عشان اوصل لمحمصه، بص الصعوبه بتاعت زمان برضو. الوضع زمان مختلف عن دلوقتي. انت دلوقتي لو دخلت على الفيسبوك او الانستجرام او جوجل كتبت تاجر بن اخضر او مستورد بن اخضر هيطلع لك 50 واحد. حلو. زمان ما كانش فيه الكلام ده. يعني انا بادئ المجال ده من 2015. قعدت سنه تقريبا اذاكر المشروع قبل ما ادخل. كويس. عملت سيرش على جوجل قهوه خضراء في مصر. في الصفحه رقم 45 في السيرش ظهر لي مستورد قهوه وظهر لي واحد بتاع محمص في نفس الصفحه. حلو. الاثنين بالصدفه كانوا في مكان قريب من بعض. بتاع المحمص ده ما طلعش بتاع محمص، طلع حداد وفتح في حته في تراب كان هيتنام عليا. اللوكيشن بوظك. فستر ربنا الراجل بتاع القهوه الخضراء اللي انا رحت له قال لي المكان ده لو دخلته مش هتعرف تخرج منه. كويس. اخدني معاه ورحنا له. فالموضوع كان مريب جدا. الناس يعني اني الاقي حد تاني على السوشيال ميديا او على جوجل في مصر بيعرض شغله ما لقيتش. وهم بيتكلموا مع بعض سمعت منهم ان في حد بتاع محامص في حته اسمها تحت الرابع ورا مديريه الامن. تمام. نزلت تاني يوم. انا عايز اقول لك ان انا لفيت محافظات كتير قوي. في تحت الرابع دي فين؟ في شارع بورسعيد اللي ورا مديريه الامن. مديريه امن القاهره. اوكي. تمام.
فعرفت منه تاجر بن اخضر تاني، وعرفت منه واحد بتاع مطاحن وواحد بتاع محامص، لغايه لما وصلت ان انا اكيد مش ناسي اسم الراجل ده. طبعا الاولاني الحاج محمد يوسف والتاني الحاج محمد سعيد بتاع المحامص. وبعد كده اشتغلت مع تجار قهوه خضراء تانيين سوري وبتاع مطاحن بلدي وهكذا. فبدات الم اساسيات المشروع. انا محتاج ايه للمشروع ده؟ محتاج محمصه، محتاج قهوه خضراء، محتاج مطحنه، محتاج محل فرش، ويعني محتاج مخزن. مش المخزن درجة حرارة معينة. لا كنا شغالين يعني في البدايه معلش ما كانش شغلنا موضوع درجه الحراره، ما كانش عندنا العلم الكافي ولا المعلومات الكافيه اللي تخلينا نفتح بشكل احترافي. فاهم. احنا هنا في السويس الناس كانت منبهره بفكره ان في مكنه بتعمل شوت اسبريسو وفي حاجه اسمها كابتشينو غير الكياس اللي موجوده. فالكلام ده احنا بنتكلم من 12 سنه تقريبا، 2015 وداخلين على 12 سنه. فالثقافه بتاعت القهوه كانت منحدره قوي، ما كانتش موجوده بالشكل ده. ففكره انك مطحن قهوه ومحمصه قهوه وبتبيع توليفات وبتبيع بن اسمه بن كولومبي وبن اسمه بن برازيلي وبن اسمه بن اثيوبي لوحده، ده ما كانش موجود كتير. وفي السويس ما كانش موجود اصلا. يعني حتى في القاهره ما كانش موجود كتير، كان موجود عند كم حد من التقال اللي موجودين دلوقتي، بس هنا في السويس ما كانش موجود خالص. فكره بقى انك بتقدم مشروب وفي اسبريسو وفي لاتيه وفي كابتشينو وفي موكا ومش عارف ايه، حاجات بنشوفها في التلفزيون، الحاجات دي ما كانتش موجوده في السويس كتير. كانت موجوده في كام كافيه كده في الكورنيش وخلاص. فالثقافه دي ما كانتش منتشره قوي. وبدات الناس واحده واحده، واحنا كمان ما كانش عندنا يعني ساعتها برضو الواحد كان لسه على قده. ايوه يعني معلش انت لسه بنتعلم. لسه انت لسه بادئ واول ما بدات قلت انا هحمص. احنا كنا فاكرين نفسنا بنعرف نحمص زمان. انا لغايه بالظبط من 4 سنين او من 3 سنين كنت بحمص يعني بالخبره كده وبالفلاوه. بدات اخد كورسات SCA والكلام ده مؤخرا من 3 سنين بس. والشهادات اللي متعلقه في الشهادات دي معتمده، ده سيرتيفيكيتس من SCA اللي اسمه شهاده الكوفي اسوسيشن. مجتمع القهوه المختصه ده منظمه بره مصر، في امريكا. اوكي. بتدي يعني ممكن تاخد من خلالها كورسات في تحميص القهوه او في السنسوري. انا خدت سنسوري برضو، ده تذوق وشم بتقدر تحدد بيه، بتقدر تقيم القهوه بالتذوق والشم. بتقيمها حسيا. تقدر تقيمها وتقول هي في انهي ليفل، او تقول هي مناسبه ليك انت كتاجر قهوه هتعمل بيها ايه. ده حاجه صعبه قوي. يعني انا دلوقتي عندي محمصه عينات، تمام، محمصه بتحمص 100 جرام. المحمصه دي ثمنها اغلى من المحمصه الصغيره اللي في المحل. شفت المحمصه اللي في المحل بره ال 2 كيلو دي انا اشتغلت بيها مثلا سنتين، هي دي المحمصه الاساسيه بتاعتي. ايه الفرق بقى ما بين العينات والكبيره؟ ما هو انا النهارده عشان اشتري محصول قهوه هشتري منه مثلا شوال، الشوال بتاعه 60 كيلو. طيب انا عايز اجربه قبل ما اشتريه. فالمستورد بيبعت لي 100 جرام بيعمل له كابينج. كابينج بيبقى فيه ادوات قهوه كده. الحاجات دي انا ممكن ابعت لك صور ليها او فيديوز ليها تحطها فويس اوفر. ماشي. بحمص العينه 100 جرام وبعمل لها كابينج. كابينج بيبقى فيه حاجه كده شبه السلطانيه بتاعه الشوربه، ومعلقه برضو شبه معلقه الشوربه كده، وبتحط المعلقه على طرف شفايفك كده، وتشفط شفطه صوتها عالي شويه عشان تشغل الحواس هنا، الجيوب الانفيه والحواس دي تشتغل، الشم والتذوق يشتغلوا باحسن كفاءه ليهم. بعد كده بتبدا تكتب في ورقه كده انت حاسس السويتنس بتاعت القهوه قد ايه، الاسيديتي بتاعتها قد ايه، الافتر تيست رايح معاك من اتجاه. فبناء عليه القهوه دي انا هشتغل بيها ولا لا. فهبدا اجرب اشتغل بيها اسبريسو، هل دي مناسبه ليا ولا لا. طب مناسبه ليا وتمام وطعمها حلو، سعرها عامل ازاي. فبنبدا نقيمها بشكل عام. نقيمها كطعم وتذوق، ونقيمها كسعر وكسوق. وفي تقييمات كمان بتبقى للناس العملاء. ده اللي احنا هنعمله ان شاء الله الفتره اللي جايه. ان احنا هنبدا يبقى في هنحضر معانا الناس يعملوا جلسات كابينج زي دي عشان يقيموا معانا القهوه. بقى هاتني معاك بقى عشان بحب القهوه. وش طبعا. الموضوع يعني موضوع علم اصلا، وهو في الاخر مش مجرد كوبايه قهوه. احنا دلوقتي انا اسف يعني، بس احنا لو جبنا واحد شربناه كوبايه القهوه اللوكال اللي بتتعمل في القهوه اللي هي ليها جمهورها اللي الناس بتشربها، غير واحد تاني لو جينا نشرح له الفرق ما بين القهوه دي والقهوه دي. بص، هو الاغلبيه بتشرب قهوه تركي. اوكي. القهوه التركي الاسهل. هي بعيده شويه عن اللي انا كنت بتكلم فيه. ماشي. مش يعني قهوه مختصه. مش قهوه مختصه. والقهوه المختصه ممكن تطحنها تركي، هي مش هتعطل بتاع، تحطها في المطحنه تطحنها. بس هل هتديك نفس اللي مكتوب عليها؟
يعني انا بيجي لي مثلا النوع ده مكتوب عليه ان هو فيه ايحاءات فواكه استوائيه. اه طب انا لو طحنتها تركي وشربت منها كوبايه، هل احس بطعم فواكه استوائيه؟ لا لا، هو الاستخلاص مختلف. مم. الطحنه دي مع وجود القهوه مع الميه في الزمن ده مش بيطلعوا الطعم ده. أيوة. دي بتطلع مثلا معاك في الفلتر. مم. لا، في حاجه تانية مناسبه للاسبريسو، اه فليها تحميص. هو تحميص كل نوع قهوه، كل اداه تحضير مم. ليها تحميص خاص بيها. اه يعني مثلا في غلط شائع برضو، الناس فاكره ان احنا القهوه دي تحميصها باللون. باللون. لا مش باللون. في ناس بتحمص ده فاتح، ده وسط، ده غامق، مم. ويبص كده التحميصه دي حلوه منزلها. ايوه. لا، الموضوع ده بعيد تماما عن احنا لسه عندنا الخطأ الشائع ان انت مره قلت في فيديو من الفيديوهات ان القهوه الغامقه تقريبا اقل كافيين. والله بعض بص، انواع القهوه. هو انا ده اعتقادي، بس اه. في ناس برضو قالت العكس. اه فاحنا دلوقتي الفاصل بيننا في القصه دي مم. ان احنا نحلل الموضوع. ايوه انا فاهمك. كان في برضو فكره فيديو عايز اعملها، ان انا هروح معمل اخد معايا القهاوي دي بانواعها واعمل لها تحليل لنسبه الكافيين فيها. بس الموضوع فاهم. انا حاسس ان هو مش مستاهل يعني. مش مستاهل. عجبك عجبك بني، عجبك غامق وبتفوقك او بتحبها اشربها. انت بتشربها ليه؟ عجبك فاتح ايه؟ انت بتشربها ليه؟ عشان اتبسط. عشان طعمها. انا عشان اتبسط. انا شايف ان القهوه بتتشرب عشان طعمها، ايوه عشان والتجربه طعمها. الحلوه انا عايز اقول لك حاليا انا وصلت لمرحله ان انا لو عندي صداع ما باخدش مسكنات، بشرب قهوه. بتشرب قهوه. كافيين بيظبط معاك. لا كافيين بيديني ايحاء ان هو بيضيع لي طب انت الصداع. ممكن مثلا، انت عارف ان الروبوستا والارابيكا فيهم كافيين مختلف. الروبوستا الكافيين بتاعها اعلى شويه. تمام. انت بيفرق معاك الموضوع ده؟ بتحس بالفرق بينهم؟ انا مش عارف الانواع اصلا. انت مش فارق لك صح؟ انت انا بحب ادخل عندكم او اي مكان تاني ممكن نجرب نوع قهوه جديد انت تثق فيه. يبقى انت بتستمتع بالقهوه بطعمها وبالتجربه بتاعتها. بصراحه يعني. في ناس تانية بتستمتع بالقهوه من في ناس ما ريحتها. بتقدرش تغير النوع. هو بيحب يستقر على نوع. بس في ناس بيفرق معاه ريحه القهوه. في حد تاني بيفرق معاه الطعم القوي. النوع اللي انا قلت لك عليه اللي هو اسمه سيدامو. ريحته خطيره رهيبه. يعني انا بس بشم ريحته بس كفايه. لا سيدامو رهيب. سيدامو ده سيدامو اللي عندي ده يعني نوع من انواع كتير. سيدامو انواع كتير قوي، منها القهوه المختصه ومنها معالجات مختلفه. بس خطير. طب ناخد بريك شويه عن الشغل ونتكلم عن اسلام. احنا قلنا جربنا الرياضات ما مشيتش معانا. مع كده لما بنكبر شويه ممكن مش لازم نبقى عمر مرموش يعني. ايوه بالظبط. انت فاهم القصه، مش لازم نبقى كده. بس انا بقول مثلا لو انت عندك الحريه الاختيار ان انت تعمل شيفت كارير، ايه الحاجه اللي كنت شايف نفسك هتمشي فيها بس ما مشيتش معاك؟ يعني انا مثلا كان نفسي اطلع شيف وستيل لسه بجرب في المطبخ بس مش ماشيه معايا. انت لو عندك الحريه ان انت اسلام رجعت 10 سنين لورا وعايز تتعلم حاجه تانية، ممكن كنت تعمل ايه بس مش ماشيه معايا؟ انا عايز اطلع يعني الطبيخ مش ماشي معايا بصراحه. لا كنت هذا رساله لزوجتي، الطبيخ مش ماشي معايا. كنت ممكن اشتغل في الاعلام. انا بحب الاعلام شويه. اوكي. يعني برضو بحب اطلع قدام الكاميرا واتكلم. بحب اقدم محتوى، بحب اكتب سكريبتات كده. حلو. بس بحب اعملها بتخصص. يعني انت هتتكلم عن ايه؟ يعني انا مش بحب اطلع اتكلم في المجمل. يعني مثلا كتقديم محتوى ناس كتير قالت لي قدم محتوى بشكل عام، بس انا مش فاهم كل حاجه بشكل عام. انا متخصص في القهوه، فحبيت المحتوى بتاعي يبقى في القهوه بس. الفاليو يعني. ف يعني حتى لما بقول معلومه في القهوه ما بحبش اعمل لها فيديو تاني. نفس المعلومه اللي قلتها خلاص خلصنا. بس ده ستيل لسه عندك الموضوع ده ان احنا السوشيال ميديا بقت بتدينا حريه ان احنا نعمل فيديوهات اكتر، فاحنا نغذي جزء الاعلام اللي عندنا. الوقت بقى. الوقت. يعني احنا عندنا مشكله دلوقتي. انا عايز اقول لك ان انا مراتي اللي بنمنتج الفيديوهات. احنا عندنا مشكله ان احنا عندنا مشكله في الماركتنج، ان احنا اللي ماسكين الماركتنج. احنا بنعمل كل حاجه. يعني انت بتعمل ايه؟ انا بحمص قهوه وبعمل بلندات وبجيب الحبوب الخضراء وبتست عليها وبعمل لها كابينج وبحدد ايه اللي هيشتغل معانا وبتابع تشغيل المحلات كاوبريشن جوه المكان وبتابع النو هاو او النوليدج بتاع المجال بتاعنا وبصور الفيديوهات، بكتب سكريبتات وبنمنتج الفيديوهات. بزنس مان. كبزنس مان طبعا. وبتصور يعني ادخل على الويب سايت كده كل الصور اللي فيه انا اللي مصورها. مفيش حاجه سهله. ما انت مش تيك توكر. انت بزنس مان. الموضوع صعب. انا وصلت لمرحله ان انا دلوقتي مفيش وقت ان انا اصور فيديوز واعمل لها مونتاج وانزلها، برغم ان التصوير 5 دقايق. لا بس انت التصوير 5 دقايق. احنا دلوقتي الفيديو اللي بنصوره دلوقتي
ممكن يتصور في في ساعه ساعات عشان يطلع 5 ويتمنتج دقايق في ايام اه عشان يطلع لك في الاخر الخمس دقايق او 6 دقايق. انا عارف زي الطبخه بالظبط. الطبخ انا نفسي اسال دايما الناس بتوع الطبيخ، بس انا ما شاء الله انت عملت طبخه كلها الفيديو كله 5 دقايق، فين الطبخه اللي باظت والحاجه اللي اتحرقت انا نفسي اسالهم، يعني نفسي عايز فيديوهات عن الحاجات اللي اتحرقت، الاكله اللي اتحرقت الاكله اللي باظت. والمحشي بنقعد نعمله في قد ايه وناخد 5 دقايق. الموضوع دي حقيقي يعني مكرونه بشاميل برضو النهارده لسه واكل مكرونه بشاميل. طب ده كان هيوديني للسؤال، عشان بس يا حازم انا لما سالتك عن اسلام ما كانش قصدي اوقع بينكم او حاجه او انت اتخضيت. حازم بيقول لك يا اسلام شكرا جدا والله ان انت مدير كويس وان انت علمته الشغل وبيفتكرك بكل خير. شفت يا حازم؟ سيحتش اهو ماشي، ما قلتش حاجه، ما ده الحازم اللي قابلته النهارده. فاحنا بنتكلم بقى، ده هيودينا ان احنا لما بقيت مدير ايه اللي اتغير فيك بقى؟ ولا حاجه بجد؟ بقيت بتعب اكتر. ايه ده، ما بتزعقش وما بتشخطش لا وتخصم لا خالص والله، لا خالص. شفت يا حازم اصل الراجل طيب. انا اقول لك حاجه، انا اللي واقف النهارده في البار بيعمل المشروب او بيطحن القهوه للناس، انا كنت واقف مكانه في يوم من الايام. فانا عارف كل المشاكل اللي هو بيمر بيها. يعني هو لما بيشتكي من حاجه انا اول واحد بروح احلها له، لان انا عارف المعاناه اللي هو الزبون او على الاقل مش هحلها له، هديله الصلاحيه ان هو يحلها. الزبون الغلس اللي بيجي يقول له انا اسف، يعني الزبون الغلس ده اللي يجي يقول له اصل القهوه دي مش عاجباني، اصل انت قلبتها 15 مره مع ان المفروض كنت اقلبها 17 مره او 14 14 فاهم؟ انا عارف هو ده شغل، ده شغل. هو احنا بنواجه في الشغل كل المشاكل دي. قولي لي. لا مش كده يا حبيبي. طب ممكن نحكي الموقف ده عن الزبون العسل؟ في حد جالي يعني هو لو شاف الفيديو هيعرف على طول. اوكي، ما هو عسل ما شربناش. جالي ايام ما كنت فاتح في الملاحه القديمه. تمام. قال لي انا الاول كنت بشرب عندك كوبايه قهوه احلى من دي بكتير. حلو. فقلت له طيب القهوه ما، قال لي لا المره دي مش عجباني. فدخلت عملت له قهوه من نفس البرطمان اللي عامل منه. تمام. نفس كوبايه القهوه، نفس الطريقه، من نفس الطحنه، مش هقول لك مثلا كانت مطحونه من شويه وعملت غيرها، نفس كل حاجه. فعملتها له. اول ما اديتها له قلت له خد انا عملت بلند جديد، جرب وقول لي رايك. اول ما ده قال لي هي دي اللي كنت بشربها زمان. طب هو انا مش قصدي اضحك عليه، بس انا كنت بعمل تجربه يعني. هو الايحاء بيعمل ايه؟ بيبسط، بيفرق كتير. يعني انا دلوقتي مثلا عندي فرع كافيه وعندي فرع مطحن قهوه. اوكي. ممكن اللي واقف في الكافيه بيعمل القهوه حلو قوي واشطر بكتير من اللي واقف في مطحن القهوه، بس القهوه ما تعجبش الناس ويجي عليها شكاوى. على عكس اللي واقف في مطحن القهوه، فاهمك، اللي داخل المكان شامم ريحه قهوه، شامم ريحه تحميص، شايف معدات قهوه، المكان ريحته بن قوي، فهو دخل في المود اصلا قبل ما يشرب. ايوه فاهمك. دخل كده عاش الحاله بتاعه القهوه، شم روائح قهوه كتير قبل ما يشرب، فمجرد ما بياخد شفطه من كوبايه القهوه بتدخل مزاجه. على عكس اللي شرب هناك كوبايه قهوه احلى منها بس ما عجبتهوش، لمجرد مثلا ان الويتر وهو جاي بيها اتهزت شويه فالقوام خف شويه. فاهم. بس فالانطباعات دي بتبقى اغلبها بسبب ايحاء او بسبب انطباع عند الاراء دي، بتبقى اغلبها بتبقى بسبب انطباع عند العميل نفسه. انا النهارده لما كنت هناك مش بشكر في الموضوع في المكان قوي على قد ما بقول، انا كنت بقول لحازم الميزه عندكم ان نادرا لما بتيجي للواحد تلاقي وشه قافل، فاهم؟ يعني حد من الموظفين تلاقي وشه قافل، في اوقات الانسان بينزل من بيتهم مضغوط فممكن تلاقي وشه قافل. مظبوط. بس انا حاسس ان انت بتلعب على النقطه دي، ان احنا هنعامل الناس كويس عشان حرفيا لو انت جيت قفلتني من المكان انا ممكن ما ادخلش تاني. فانت متخيل ان انت قطعت رجل زبون من المكان عشان انت ما ضحكتش في وشه او ما اديتوش الكواليتي اللي هو عايزها او حاجه. فاهم؟ ولو سمحت بهات كفرات كتير عشان اللاتيه جايبه اهو مش متغطي، بهدل لي الدنيا النهارده. كفرات في المحل التاني. الفكره مش في ان انا بقول لهم اضحكوا في وش الناس. الفكره ان احنا هنا في السويس عندنا مشكله في الاستاف. تمام. مش انا اللي بعاني منها، كل اللي شغال في مجال القهوه اذا كان كافيه او مطحن قهوه او غيره بيعاني من مشكله الاستاف، حتى المطاعم. تمام. انا عندي في السويس مفيش حد فاهم في القهوه لدرجه ان هو يجي يشتغل معايا ويحسسني ان هو يقدر يشيل المكان. اوكي. فانا بلعب على نقطه تانية. انا بنقي اشخاص شاطرين محترمين قوي، اخلاقهم كويسه قوي، بغض النظر عن هتتعلم شغل. في جميع الاحوال انا اتعلمت وانت تتعلم، مفيش حد ما بيتعلمش. بس انا مش هعرف اعلمك اخلاق.
صح. انت لازم تكون جاي باخلاقك الحلوه، مم. بتربيتك الحلوه، بلسانك الحلو، باسلوبك الحلو، وصوتك الواطي وانت بتتكلم. صح. ابتسامتك للعميل ده واجب عليك قبل ما تبيع له. صح. يعني العميل اللي عندك ابتسامه، مم. فابتسامتك الاول. فاتوفر فيه اخلاقه الكويسه، اتوفر فيه اسلوبه الكويس، مم. مظهره الكويس، تمام. زائد ان هو هيتعلم قهوه ويتعلم شغل، هيبقى حد بيرفكت. فهمتك. اه. وهو مش مطلوب منه على فكره يبقى بيرفكت، ايوه لان احنا برضو في التشغيل مش قايمين على مهاره اللي واقف. ايوه ايوه. احنا قايمين على ان في سيستم محطوط، ان في مثلا قهوه بتروح متحمصه من مكان واحد، مم. حاجه بتطلع من المصنع تروح على المحلات. مم. اللي واقف ما عليه غير ان هو بيطحن القهوه. طب الطحنه نعم. دي بمزاجه؟ لا، في ليبل محطوط على ليبل. كل طحنه، كل طحنه ان مثلا درجة عايز فرنش معينة. بريس هتطحن هنا، عايز كذا، فبيوصل الليبل ده مم. عند المكان ده. مم. فالطحنه اسلام زي حازم زي يوسف زي كله زي بعضه. تمام. فده جيب. ما انا بقول لك انا كان كبير دايما يعني. بلاقي الناس حقيقي يعني ايه، كنت بشوف الناس في بدايتها فبشوف هو لسه بيتعلم. مم. وانا للامانه لما اكون اي انسان بيتعلم، حتى انا اسف لو عملها لي وحشه قوي هستحملها، ما هو جبر بيتعلم، خاطر. هنجرب تاني. آه. ما كلنا بنتعلم، مفيش حد كده. مش لازم يعني كده. مم. طب ده يودينا مين احسن حد بيعمل لك كوبايه قهوه؟ انا انت؟ مفيش حد غيرك؟ لا اقول لك آه. حاجه. اه. انا عندي مشكله ان انا بحب القهوه مظبوطه، مش تمام. مظبوطه كسكر، اه. تكون معموله صح. تمام. ولو فيها يعني انا القهوه بشربها بالميزان. مم. يعني انا بدخل عايز شوت اسبريسو، مم. انا بدخل عايز شوت اسبريسو، اه. الاقي حد من الشباب عمله من غير ميزان، فيها مشكله دي. دي فيها مشكله كبيره. ليه؟ انا مش بشرب كوبايه القهوه عشان استمتع بيها دلوقتي. مم. انا وصلت للمرحله الاول بستمتع بيها في البيت، يعني ممكن آه. اشربها في البيت. انا جاي اطلب منك شوت اسبريسو مم. عشان انا عايزك تعمله على الميزان، عشان لو نزل اسرع من اللازم، الكميه اللي احنا عايزينها نزلت مثلا في 20 ثانيه بدل 27، يبقى يبقى انت في عندك مشكلة. مشكله في الطحنه. يلا نعالجها. مم. فانا جاي ادوق القهوه، ايوه. انا بشرب كميه قهوه مهوله. ليه؟ مم. عشان كل تحميصه لازم ادوقها. مم. انا عملت كابنج خلاص، يلا أيوة. بقى ننزلها الشغل. مم. خلاص عملنا ديكاسنج وننزل لها الشغل. مم. طب انا جاي ادوق دلوقتي ليه؟ انا جاي ادوق عشان اقرر او اشوف ايه المشاكل اللي ممكن نقابلها. انا النهارده عميل دخلت، ايوه. الطحنه بتاعتك مش مظبوطه، فما تجيش تعملها لي كده. ما هو كده اسلام ده مننا وعلينا، يلا نديله القهوه خلاص. نديله القهوة. لا، اعملها مظبوطه. مم. فدايما دايما بتقلش منهم يعني. مم. يعني مش دايما برضه عشان ما مش ازعلش دايما. بص انا فعلا مش عارف ليه، وانا كمان كده نفس القصه. انا بقول دايما ان عمر ما حد عمل لي كوبايه قهوه 100% غير انا اللي بعملها بس. مش عارف ليه. دي مشكله على فكره، دي مشكله كبيره. مشكله ان انت مش فاهم؟ هتستمتع انا كده بحاجة. كده بشربها يعني. اوكي، اي حد معايا بيعمل لي قهوه بقول حلوه قوي وبشربها، ولو فيها مشكله بقول له نعدلها وبتاع القصه دي. بس انا دايما بقول ان احسن واحد بيعمل قهوه لنفسي. فاهم ليه؟ جربت مره واثنين وثلاثه واربعه، ميه ساقعه، ميه سخنه، ميه عاديه، ميه مش عارف ايه، قلبنا شويه قلبناش، سيبناها لما البن والميه اتدمجوا مع بعض. المهم في الاخر انا بطلع كوبايه القهوه ممكن تكون اصلا لواحد تاني مش عاجباه، على بس هي فكره عجباني. انت متعتك مش في كوبايه القهوه اللي انت شربتها، ايوه ايوه، في عمل القهوه. فعمل قهوه. في ناس لغايه دلوقتي، في ناس بتيجي تاخد مني بن اخضر وتحمصه على طاسه. يا جماعه التحميص ده غلط، اللي انتوا بتعملوه ده. هو مزاجه الراجل ان هو يحمص القهوه بالشكل ده. ايوه، هو عايز يعيش الفايبس بتاعت القهوه، يعيش هو مش التجربه. فارق له طعمها عامل ازاي على فكره. هي طعمها بيطلع محروق وفيها مراره ومنابس النيله، بس هو عايز يعيش التجربه، ياخد القهوه الخضراء ويحمصها بنفسه ويطحنها على المطحنه اليدوي بتاعت زمان. هو عايز يعيش التجربه دي. تمام. وبيحوجها بنفسه. يعني بيجيب بقى الحبهان ومش عارف ايه، هو يطحنوا مع بعض. ف متعته هنا مش في كوبايه القهوه اللي طعمها حلو، متعته في ان هو اللي قاعد بيعمل القهوه بنفسه. ايوه انا فاهمك. فدي احنا تقريبا كل ما نسال سؤال بنرجع خالص القهوة. ان هو وصل للقهوه. ممكن نتكلم في حته اللي هو انت لما اتخرجت من الشركه رحت كبار وعملت حاجه مختلفه بعيد عن ممكن. القهوة، وبعد كده لقيت نفسك مش مبسوط فيه فرجعت تاني للقهوه بالاسبريسو. ماشي. احنا عملنا كبار قبل كورونا، بروبار تجهيز كافيهات ومطاعم وكده. كورونا بشهرين بالظبط. تمام. ما الكافيهات قفلت. خلاص كده. طالعين من كورونا خسرانين رقم. كورونا دي ربنا يكون في عونها بقى. ماشي. ما هي دي ماشي. ما هي دي اللحظات السقوط يعني. يعني دي فعلا دي ممكن نتكلم عنها. الحمد لله ان احنا دلوقتي مش علينا ديون. الحمد لله، فضل ربنا. الحمد لله. اي ماشي، هنتكلم عنها. طب احنا لو بقيت طير عايز تبقى ايه؟ صقر. صقر.
تسالني ليه؟ اقول لك انا بحب الصقر. بتحب انا الصقر؟ بحبه ليه؟ ما آه. شفتوش قبل كده، ما اتعاملتش معاه قبل كده، بس انا بحب الصقر. بتحب يمكن عشان شكله؟ صياد بقى وبيعافر عشان يوصل للحاجه. اه مش بياكل جيف مثلا، مش بياخد حاجه سهله. انا هو فاهم. بيوصل للحاجه بتاعته بمجهوده وبتعبه، فده ممكن يكون ماشي، ده احنا كده. نرجع للسؤال المهم، لحظات السقوط. اه لحظات مش الفشل، هنقول لحظات الخسارة. انا ممكن كنت نتكلم كنت عنها. راجل موظف شغال في شركه بترول. اه دخلي معقول، مم. مش لان هي شركه حكوميه برضو. اه مش احسن دخل، بس حاجه كويسه يعني. مم. بس انا كان دايما عندي حته كده، انا مش شايف نفسي موظف، كويس. فعايز اسيب الوظيفه. ماشي. فطبعا قابلت اعتراض كبير قوي من اهلي، لان انا والدي موظف، والدتي موظفه، واغلب العيله موظفين. مم. فالمحيط بتاعي كله موظفين، حتى اصحابي اغلبهم موظفين. مم. فلو انت مجنون يا ابني هتسيب الوظيفة. هتسيب الوظيفه اللي ناس كتير بتدور عليها وتشتغل حر. مم. فقررت ان انا اشتغل في القهوه، فتحت براند بتاع قهوه مم. واشتغلت فيه شويه. حبيت المجال وحاولت اطور من نفسي، بقيت كل يوم بقرا معلومه جديده. كويس. فانت لو كل يوم عندك معلومه، في خلال سنه هيبقى عندك 365 معلومه. حلو قوي. فلقيت نفسي المعلومات الحمد لله بتزيد مم. والمعرفه بتزيد. بس برضو انت حاسس ان انت متكتف. اه الوظيفه برضو فكره انك 8 ساعات لمده 5 ايام في الاسبوع، مم. من يومك تلت يومك تقريبا رايح في حاجه انت اصلا مش عايز تكمل فيها. طب طالما انت مش عايز تكمل فيها، واجلا ام عاجلا هتسيبها، سيبها. مم. فجت من عند ربنا، حصلت ظروف كده ان انا اتفصلت. اوكي. اتفصلت بسبب اجراءات ومشاكل كده، خلصت ماشي. وراحت لحالها. تمام. يلا ارجع، لا مش راجع. مم. فتحت شركه تجهيز كافيهات. اوكي. الكلام ده كان في اخر 2019. جت شهر 3 تا 2020 تا تا. كورونا. ما بقاش في كافيهات، اه ولا كافيهات ولا مطاعم، مم. كله قفل. فانا عندي ايجار مخزن، عندي ايجار المكتب، عندي عماله، مم. عندي مصاريف بيتي. مم. كنت لسه متجوز، وكانت خلاص جايه لي بنوته، بس كانت جايه أوكي. كانت مراتي حامل في عاليه. مم. وكنت عايش في شقه ايجار. فاللي هو عندي التزامات جامده قوي. مم. وكورونا فضلت مطوله معانا شويه. فقررت ان انا هفتح مكان مم. اعمل فيه مشروب. حلو. انا شغلتي بقى، اه انا بتاع ارجع قهوة أصلاً. بقى، ارجع القهوة تاني. فقررت ان انا افتح مكان. طب افتح منين؟ مم. انا بتاع تجهيز كافيهات. فاخدت المكن والعده اللي انا المفروض واخدها من الناس عشان ابيعها، أبيعها. فتحت بيها. فتحت طبعا بيها. بعد ما استأذنتهم يعني. اه فبدات اشتغل واحده واحده، بس برضو كنا بنقفل بدري، كنا بنقفل الساعه 6، بنقفل الساعه 5، بنقفل الساعه 7. حتى كان بيجي علينا في رمضان كنا بنقفل بدري. فالفتره دي كانت الديون بتتراكم عليا. انا طالع من الكورونا مديون برقم خزعبلي. اوكي. يعني هو كان ساعتها رقم خزعبلي، ممكن تمام. دلوقتي لو قلت الرقم ما يبانش كبير، بس النهارده ويمكن كبير دلوقتي كمان. اوكي. ففي 2020 كنت مديون برقم كبير قوي. فكان اولوياتي السداد. يعني عربيتي سايبها مبهدله زي ما هي. اللبس لا مش هنجيب احسن حاجه. بناكل وبنشرب تمام. احنا الحمد لله تمام. بس جت فتره هنقوم منها وهنرجع تاني تمام. فالحمد لله بفضل ربنا خلصنا كل ده الحمد لله. ريسبريسو بقى 3 فروع، بقى الحمد لله في مصنع. في فتره اللي هي بتاعه الكورونا دي المحلات قافله. انا كنت ببيع على السوشيال ميديا. اوكي. سبرتيات بايركس وكانك بايركس موكا بوت وفرنش بريدي. اول الحاجات دي انا عمري ما كنت بحكيها وانا فيها، كنت حكيتها بعد ما مرت الحمد لله. تمام. انا عايز اقول لك الفتره دي انا كنت بحتاج ان انا ابيع مثلا طقم سبرتايه وبايركس وكنكه وبتاع عشان اجيب اي حاجه نتغدى بيها. اوكي. كنت واصل لمرحله الدنيا معايا مش حلوه خالص. والفتره دي اكتر فتره اهلي كانوا بيضغطوا عليا عشان ارجع الشركه بقى الوظيفه. طب انت الدنيا معاك ملخبطه مش عايز ترجع ليه؟ ما هو انا عليا ديون. لو لا رجعت والله انا مكمل بقى، انا مش انا عليا ديون. لو رجعت مش هعرف اسدها. الشركه برضو او الوظيفه ممكن تدي لك اللي يعيشك. يعني تدي لك اللي يظبط لك حياتك. أوكي. لكن مش هتدي لك اللي يسد دينك او يدي لك مثلا، او مش هتدي لك براح انك تعرف تصرف ارقام كبيره عشان تسد بيها دين قديم. بس دي عشان بس ما حدش يفهم غلط، هو الوظيفه ممكن تمشي مع ناس وناس تانية لا، فاهم؟ انا شايف لو انا كعثمان جيت اضيع عمري في الوظيفه وانا مش مبسوط مش هعرف اكمل تاني. لان الانسان لما بيمشي في حاجه سنين وهو مش مبسوط يحصل له امراض، ضغط وسكر وقلب والقصه دي. فهو بيبقى ريسك
بيبقى استخاره بقى، ونشوف وندعي ربنا ان يحصل توفيق او كده، لان في ناس زي ما انت بتقول فتره الكورونا شركه بتاعه الكمامات وبتاعه الكحول كسبت مبالغ مهوله. كسبت مبالغ مهوله مع انها شغاله بقى لها اكتر من 100 سنه. بالظبط، انت فاهم مظبوط. القصه؟ في ناس كسبت حلوه، كسبت كتير قوي. بالظبط. فاحنا في الوظيفه زي ما انت قلت قبل كده ان هي بتمشي مع ناس وناس لا. هو في حته جواك بتقول لك انت كمل هنا هتنجح. يعني في حته كده بتقول لك يقين بقى. انت يعني مثلا كل اللي حواليك يقول لك ايه، يا عم ارجع وبعد كده كمل تاني. خد هدنه، خد نفسك، انت ضغطت كتير الفتره اللي فاتت. ارجع واشتغل تاني موظف وامن اساسيات حياتك. يعني خلاص بقى عندك مرتبك، بتعرف تدفع ايجاراتك، بتعرف تجيب التزاماتك اليوميه، وبعد كده كمل ده واحده واحده. قدرت ان انت تسيب لا، بس انت جواك حته كده بتقول لك لا انت هتنجح. انت هتروح في حته حلوه. يعني انا مش عارف دي يقين، مش عارف كانت جايه لي منين، رضا او يقين من عند ربنا ان انت الدنيا كانت مخبطه جدا. انا بتعامل ان انا اصلا جامد وناجح مش مهم وبصرف وبفرتك على فكره. والله يعني الدنيا بايظه، والدنيا مش حلوه خالص. انا في فرتك عادي، اصرف عادي. فالحمد لله عدت على خير يعني. طيب بقى عندنا ريسبريسو 3 فروع. امتى بدأنا نوزع بن المحلات؟ لا وانا مش بوزع المحلات، او المحلات بتيجي تشتري. انت قصدك الكافيهات. الكافيهات اوكي. لا هو مش يعني انا ممكن ما اكونش عرضت. انا عرضت زمان على فكره. اوكي. يعني زمان قبل ريسبريسو كنت فاتح مكان تاني. نزلت وخدت معايا عينات عشان اديها للكافيهات. احنا عندنا برضو مشكله هنا ان الناس لما بتروح لهم بيعتبروك مندوب جاي تبيع له. هو مش بيقدر جوده الحاجه اللي انت جايبها له. فالموضوع ده ما نجحش. اوكي. ده الجزء اللي يزعل. الجزء اللي يبسط بقى، الجزء اللي يبسط ان في ناس بتدور على الكواليتي حلو. يعني انا في ريسبريسو ناس كتير جات لي وبدات معايا من ساعه ما بدات ومكمله معايا لغايه النهارده. ريسبريسو بقى له 6 سنين. ارقام كم كافيه؟ انا مش فاكر. احنا ممكن نقول نسبه لان انا مش فاكر الرقم. هنقول ان مثلا حوالي 60% من اللي بداوا مكملين. اوكي. واللي مشي ما مشيش بسبب جوده قليله. مشي بسبب ان حصل غلا في الاسعار. فهو بيخاطب شريحه مش هينفع يشتري منها مني انا. لا انا هروح اشتري حاجه تانية لان كده مش يعني مش فارق قوي بالنسبه له النقطه دي. البيزنس بتاعه مش بيدور على الكواليتي دي. تمام. فما كملش بالقهوه دي عشان الوضع بتاعه مش مناسب ليها. فاهمك. لكن هو ما قابلش مشكله معانا الحمد لله. احنا بقينا دلوقتي مستورد للبن ولا لا خالص. لا ناخده من وسيط؟ لا مش من وسيط، باخده من مستورد. بتاخده من مستورد. انا مش لعبتي الاستيراد على فكره. جربناش. لا مش فكره مجربتهاش. انا مش عايز ادخلها. ادخلها ليه؟ هو في مستورد معلش بيعمل شغله وبيكسب مقابل ده. انا ادخل ليه في شغله؟ فاهم. حتى لو بسحب كميات مهوله. يعني انا ممكن اكون بسحب كميات تخليني اجيب حاويه. طب الحاويه دي هتقعد عندي قد ايه؟ فاهمك. لا هتقعد عندي فتره طويله. فلما تقعد فتره طويله انا راكن فلوس. هو راجل مستورد شغله ان هو يجيبها ويبيعها. انا ليه ادخل اكسب قبله يعني؟ خلاص هو يكسب وانا هكسب وكلنا هنكسب. انا فاهمك. نفس فكره الكافيه اللي بيجيب محمصه. هو مش عايز يشتري من محمصه زي حالتي. هو عايز يوفر مكسب المحمص ويعمله بنفسه. طب هو ليه هو قادر يعمل كده؟ ليه ضريبه. يعني حتى لو قادر يعمل كده ما هو ممكن يجيب روستر جامد. حد واخد شهادات وجامد قوي ويديله مرتب وعادي. بس انت هتحتاج مخزن، هتحتاج مكان تحط فيه المحمص، هتحتاج محمصه اصلا غاليه. هتحتاج ستوك قهوه. هتحتاج تكنترول على الجوده. هتحتاج تعمل ديجاسنج على القهوه بعد التحميص. تقعد فتره بعد التحميص. بعد كده تروح المحلات او الفرع او الاثنين او ايا كان. فكل دي مصاريف. يعني ليه شركه مرسيدس مثلا ما تعملش كاوتشات؟ ايوه. ما هي مش هدخل انا في الهيدنج ده. انا النهارده مثلا مش لما بتعمل الكاوتشات ومرسيدس بتاخدها منها. طب هي مش قادره تعمل كاوتشات؟ عندها كل الامكانيات اللي تقدر تعمل بيها كاوتشات. عامله عجل، عامله كل حاجه. بس انا مش هدخل في الحته دي. ما هي دي مصنع وخطوط انتاج واستنباط واداره وقصه. فايه اللي يخليني ادخل في الحته دي؟ لكن موضوع الاستيراد بيلعب في الملعب بتاعه. مستورد يلعب في الحته بتاعته. المحمصه خليها في حتتها. حتى انا مش بقدم نفسي للناس على اني
كافيه. مم. انا دايما مقدم نفسي للناس، انا اسبريسو ده محمصه قهوه. نحمصة قهوة. انا مش ما عنديش مشروب عشان انافس بيه الكافيه. مم. انا المشروب اللي عندي للي جاي عايز يدوق نوع قهوه معين او عايز يدوق قهوه بشكل مختلف اوكي. عشان يشتري بن في الاخر. ايوه انا في الاخر عايز اقول يا جماعه انا محمصه قهوه، انا مش كافيه. ايوه انا فاهمك. طب مشروبات قهوه بس يعني اه. ناس كتير قالت لي طب يعني انا الاول المكان بتاع الملاحه، الفرع بتاع الملاحه ده عملت فيه حاجه مجنونه شويه. مم. كنت حاطط فيه كراسي وترابيزات، اه. فجاه شلتها كلها ولغيت نص المشروبات، فاهمك. خليت المشروبات بتاعه القهوه بس، بقت متخصصه شويه. وشلت بقى الحاجات الكوبايات اللي فيها الفرابيه ومش عارف ايه. اه. رجعتها تاني بس تيك اواي يعني. ايوه. طب عايز شاي؟ مم. لا ما عنديش شاي. اوكي. فواحد يجي يقول لي طب ايه الازمه في الشاي؟ ما هو أيوة. باكيت شاي وشويه ميه سخنه وعندك المكنه اللي بتعمل ميه سخنه. لا هي الفكره ان انا مش عايز انافس الكافيه اللي جنبي. ايوه انا فاهمك. انت عايز شاي، المكان ده بيبيع شاي، حلو. انا بتاع قهوه. كويس. انا الهدف ان انا ابيع قهوه، مش الهدف ان انا ابيع لك شاي واكسب منك. يعني هو عايز اكسب وكل حاجه، بس هو مش زحمه وخلاص، او مش مشروب وخلاص، انا بتاع قهوه. هو الهدف في البدايه برضو يعني مش عارف الكلام هيبان كبير شويه، الهدف تحسين الذوق العام. يعني ايه؟ يعني انا لما بدات في المجال ده من حوالي 11 سنه، الناس كانت بتشرب القهوه اللي هي بوشها كبير وقوامها تقيل. اوكي. طب الوش الكبير والقوام التقيل ده جاي منين؟ جاي من القهوه التعبانه. تمام. احنا هنا في مصر عندنا مشكله ان المستوردين كانوا بينزلوا الدول اللي بتزرع قهوه يقول له اديني ارخص حاجه عندك، ماليش دعوه بالجوده. هو ليه بيعمل كده؟ مش عشان هو شخص وحش، عشان السوق المصري بيحكمه في السعر. اوكي. السوق المصري سوق قوي جدا بس سوق بتاع سعر شويه. فبقوا بيجيبوا ارخص حاجه موجوده. ارخص حاجه دي بطبيعه الحال ارضى حاجه. طب ارضى حاجه دي عشان برضو الناس تبقى فاهمه ليه القهوه الرخيصه هي اللي بتعمل وش وبتعمل قوام والكلام ده. بلاش ندخل في تفاصيل فنيه، صح؟ لا براحتك. لا عادي، عشان نعلم لو حد عايز يبدا في حاجه يبقى فاهم هنعمل ايه. القهوه بشكل عام بتبقى مزروعه على جبل. اوكي. بدايه الجبل ده القهوه روبوستا لغايه تقريبا 800 متر. تمام. كل ده روبوستا. ماشي. روبوستا ده بيبقى عرضه للحشرات. فالقهوه عندها وسيله دفاعيه ربنا اداها لها ان هي بتفرز كافيين كتير. اوكي. عشان تطرد الحشرات. حلو. تمام. فافرازات الكافيين والاحماض اللي بتفرزها كتير عشان تطرد بيها الحشرات بتديها طابع كده قوام تقيل ودسم، وقهوه لونها تحسها معكره شويه. يعني تلاقي الفنجان نفسه معكر شويه. تمام. زائد ان القهوه نفسها المعالجه بتاعتها والفرز بتاعها ما بيبقاش احسن حاجه، لان هي في الاخر منتج رخيص. هم بيبيعوه عشان هو موجود. يعني هم مش بيتارجتوا بيه جوده، ده بيتارجتوا بيه سعر. تيجي اندونيسيا مثلا، انا اديك مثال، في بن مشهور قوي اسمه اندونيسي 45 عيب. يعني ايه 45 عيب؟ 45 عيب. عيب يعني ايه؟ في ناس فاكره ان 45 عيب ده 45 نوع عيب يعني. لا، هو عينه عشوائيه بياخدوها كل 350 جرام قهوه، بيطلعوا منها العيوب فيوزنوها يلاقوا 45 جرام عيوب كل 350 جرام قهوه، يعني تقريبا 12 او 13%. تمام. ده رقم كبير جدا. السوق المصري شغال على النوع ده، الله ينور. بنستهلك منه كميات مهوله. لما بدات في المجال ده حاولت اقلله شويه بس الناس رفضت، قالت لي القهوه خفيفه، القهوه سايسه. فاضطريت ان انا اشتغل بيه 85% من التوليفه. تمام. انا عايز اقول لك ان احنا النهارده شغالين بيه 25% من التوليفه. كويس. كل فتره حسنا الذوق العام، بشيل حاجه منه وبحط بداله حاجه تانية احسن شويه. وعلى فكره ساعات بعملها من غير ما اغلي السعر. رغم ان الحاجه اللي اتحطت دي سعرها اغلى شويه. الحاجه اللي اتحطت دي قصدك نوع تاني بداله جودته اعلى وسعره اغلى عليا. فانا شلت من ده شويه وحطيت من ده شويه، 5% 10%. تمام. ولما بيبقى فيه خلاص لازم اغلي بضطر ارفع السعر. بس رفعنا السعر مقابل ان في جوده زادت. الفكره بقى ان الجوده بدات تزيد والناس بدات تتعود عليها. فاحنا كده واصلين للهدف. الهدف ان احنا عايزين نحسن الذوق العام. فانا شايف ان الذوق العام بيبوظ بسببنا احنا. بسبب قله التجربه؟ لا، بسبب اللي بيقدم الحاجه. اوكي. بسبب المحمص او بسبب المحمصه او بسبب التاجر اللي بيقدم الحاجه. تمام. انت لو عندك كل محلات الحلويات بتقدم جوده عاليه، الذوق العام هيبقى عامل ازاي؟ اكيد هيبقى كويس. لكن لما الناس بتقدم خامات رديئه وقليله عشان تبيع بسعر ارخص وتعرف تكسب اكتر، فالناس بتتعود ذاكره الطعام بقى
الناس بتتعود على الطعم ده، ايوه تيجي تدوقوا الحاجه اللي معموله صح يقول لك وحش. يتفاجئ يقول لك وحشه، زي البعض باشا كده في فيلم الكيف، فاهمني؟ أيوة. اشاره خشب وبتاع، واول ما حط شاي عشان الخشب غلي ايوه قالوا له انت قال لك- غشيت الشاي. ايوه هو ده فعلا بيحصل، ان مم. انت الناس اتعودت على ده خلاص، مم. فتيجي تديهم الحاجه اللي معموله صح او معموله بشكل كويس يقول لك لا مش حلو. ما انت اتكلمت على التذوق، خلي بالك ان التذوق عشان اغيره انا محتاج مجهود ووقت. مم. فاهم ليه؟ الانسان متعود ان ياكل حاجه بكميه ملح معينه، مم. اذا زادت مش هياكلها، اذا قلت مش هياكلها، برغم ان اذا قلت هتفيده في صحته. ما هو احنا برضو مش بناخد الناس كلها، يعني مش مم. كل الناس هتقبل ده. يعني انا بص، انا دايما بقول حاجه كده غريبه نثير بيها الجدل، ان الانسان لو عايز قهوه مسكره يروح يشرب عصير. دايما بقول كده، مش عارف ليه. يعني عايز تستمتع بالقهوه من غير سكر يا جماعه، وساده. اتبسط يا جماعه من غير بس سكر عادي. عشان برضو بس يعني هي اذواق عشان بس يعني أيوة. الناس ما تفتكرش ان احنا لا، هو القهوه في ناس بتشربها بتحط لبن وبتحط عليها صوص فليفر، بتحط عليها حاجه. هو ذوق وكده، هو الذوق العام. هو بيحب يشرب زي ما القهوه انت بالشكل بتقول. ده. ايوه بس مشكلتي بقى مع ده، مم. ما تجيش تقول لي اصل القهوه مش عجباني وانت حاطط عليها 50 مكون مضيع طعمها. انت مش حاسس بالقهوه، انت اصلا مش ضايق طعمها. ما تجيش تقول لي انا كيف قهوه أيوة. كده، لا أيوة. هو انت يعني مع احترامي الكامل ليك ايه يعني انا لما ببيع بن محوج عندي التحويجه حبان بس. اوكي. الناس كلها حبان وجوز الطيب وقرنفل. أيوة. بيقلبها شوربه. بيقلبها شوربه. ما انت عشان تراعي الذوق العام، احنا دلوقتي عندنا القهوه فليفر. انا عايز ابيع بن ساده بس. ايوه لا، القهوه فليفر اللي هي اسمها قهوه ايه دي؟ عندي موكا فيها شوكليت. لا مش دول، انا بتكلم على البن. البندق. بندق. لا غير البندق. البن اللي هو مش عارف، بن لا بن بالعنب، بن مش عارف بالاناناس، بن مش عارف ايه، زي القهوه بالمانجا والقهوه دول. الحاجات دي مش قهوه، ده فليفرات كلها. دي اصلا ما فيهاش قهوه. يعني هو خلطه كده ما فيهاش بن جواها اصلا. يعني ونادرا اللي بيحطوا جواها بن. اوكي. هي غالبا بتبقى شويه مكونات كده، لبن باودر على كريمر على فليفر على مستحلبات على فوم صناعي على شويه حاجات كده. وفي منها تفاوت في الموضوع ده في الجوده. أوكي. يعني في حاجات رديئه قوي، في حاجات نظيفه قوي. بس بطبيعه الحال دي مش قهوه. اوكي. لا انا بتكلم على البن اللي هو ابو 3000 جنيه ده. اللي فيه ايحاءات. دي قصه ثانيه بقى. ايحاءات القهوه دي ده مش طعم صريح. اوكي. اتخلط معاه فاكهه؟ لا مش كده. اتحمص معاه فاكهه؟ لا خالص. زرع معاه اي حاجه فاكهه. يا عم اقول لك هي في ناس عندها اعتقاد خاطئ ان القهوه اللي فيها ايحاءات فواكه ان هي اتزرعت جنب فاكهه. اوكي. ده مش حقيقي. لا هي القهوه اصلا فاكهه. شمتها. هي القهوه اصلا فاكهه. اوكي. القهوه كده بتبقى شبه الكريز على الشجر، بتبقى شبه الكريز. المفروض ان الحبايه اللي وصلت للون النبيتي بتاع الكريز ده دي خلاص نضجت تمام. فليها اكتر من طريقه في المعالجه. احنا بناخدها من على الشجر عشان نبدا مثلا نعالجها. هنعالجها بايه؟ نفسي حد يعالجني زي القهوه والله. نفسي حد يعالجني زي القهوه ما بتتعالج. والله كلنا محتاجين نتعالج. في معالجه مغسوله، ماشي، في معالجه مجففه، في معالجه عسليه. الثلاث معالجات دول 3 معالجات اساسيه. في مراحل تخمير بتمر بيها القهوه لو انا عايز اعمل ده. اوكي تمام. المعالجه المغسوله دي اكتر حاجه منتشره، ما بتاخدش وقت طويل. يعني انت بتنزل قهوه تشيلها من الكرز بتاعها وتغسلها وتجففها وتبيعها خلاص كده. تمام. وطبعا بعد الفرز والكلام ده عشان الموضوع ما يبانش ان هو بسيط، يعني الموضوع كبير. المعالجه المجففه بتطول شويه، يعني بتحط حاجه زي الغربال كده، بتحط القهوه عليها تسيبها تنشف، وبعد ما تنشف تبدا تقشرها وتبيعها. تمام. المعالجه العسليه بتشيل الطبقه اللي هي القشره الحمراء بتاعت الكرز دي وتسيبها ملزقه كده بطبقه السكريات اللي حواليها. الطبقه دي اسمها ميوسيلاج، وتعملها زي الهرم بحيث ان يحصل لها تجف وهي حواليها طبقه سكريات. فبتشرب الطعم المسكر. الحبايه بتبقى مسكره من بعض يعني. بتاخد الطعم المسكر ده. فبيبقى فيها توازن كده، تحسها الحمضيه بتاعتها اقل شويه بس طعمها مسكر. فادي المعالجات الاساسيه. في بقى قهوه اللي هي بتاعت الايحاءات بقى. ايوه، كل دول فيهم ايحاءات. كل دول بيبقى فيهم ايحاءات، بس في ايحاءات بتبقى زياده قوي بتحصل بعمليه التخمير. في التخمير ده بيحصل ازاي؟ اشهر طريقه تخمير الهوائي. الكرز ده بيجيبوه يحطوه في براميل ويمنعوا عنه الهواء ويحصل له تخمير، طبعا مع قياسات الحراره والاملاح والحمضيه والكلام ده كله. بيحصل له تخمير، فالطعم المخمر ده الحبايه بتشربه.
اوكي تلاقي الحبايه لونها بقى غامق وريحتها بقت نفاذه جدا، تمام. زي اللي احنا شربناها من شويه. دي ما حصل لها اكستندد فيرمنتيشن، ده تخمير مطول. تمام. التخمير المفروض بيبقى 24 ساعه او مم. 36 ساعه، مم. دي حصل لها تخمير اسبوعين، اوكي فطعمها بقى عنيف قوي. عشان كده ودت الصداع خالص. طعم الفيرمنتيشن فيها حتى عنيف، انت مم. حاسس بطعم اللي هو سنه حته صغيره كده، فيها ريسك عالي كمان في المعالجه هناك. اوكي فيها ريسك عالي قوي ان هو مم. ممكن لو طولت منه شويه تقلب خل، خلاص باظت او يحصل لها تعفن. فهو ليها درجه معينه، ليها درجه معينه وبيتابعها عشان تلاقي اسعارها بتبقى غاليه قوي. انا عارف عشان الوقت بيسرقنا. انا عايز اسالك عن اسلام، لان انا دايما يعني البودكاست هدفه ان احنا نسال عن الشخصيه اكتر من الشغل. انت امتى بتبقى مبسوط كاسلام؟ ياه ياه لا امتى اقول بنقعد لك اكتر تقول حاجه أنا... بتبسطني بجد مم. لما بلاقي حد من العملاء، يعني مش هدخل في تفاصيل في الشغل، بس أوكي. لما بلاقي الهدف اللي انا بسعى له بوصل له، بلاقي مردوده من الناس. حلو. يعني قبل كده حد من الناس ما كانش يعرف اي حاجه في القهوه، كويس، جالي شرب عندي قهوه وبدا يلاقي عينات محطوطه كده على الكاونتر، بدا يشم، يقول لي ايه ده، وبدات افهمه وبدا يسال. انا اكتر حد بتجاوب معاه اللي بيسال، لان هو عايز يعرف. فلقيته المره اللي بعدها قال لي انا المره اللي فاتت جربت معالجه مجففه، فالمره دي عايز كذا عشان مش عارف. دخل معايا في تفاصيل حلوه قوي. حلو. انا انبسطت قوي. دي السعاده، اللي هو انت وصلت للي انت عايزه، انت هدفك ان انت عايز تحسن او عايز توصل لحاجه. فاحنا بجد وصلنا لان في حد بيجي يسال في تفاصيل زي دي، والراجل ده من اسبوع او من 10 ايام ما كانش مهتم باي حاجه ودخل وذاكر وقرا. فده يعني خد بقى الكونسبت ده بشكل عام. طب دي السعاده العمليه. السعاده الشخصيه، ليك وقت لوحدك بتكتب شعر غنائي تاني؟ لا ما بكتبش خالص. فين الوقت اللي بتختلي فيه بنفسك مع ولادي تتبسط يعني؟ مع ولادي بقى، مش ولادي. طب الجواز غير فيك ايه؟ لا غير كتير بقى. انت خلاص كل مرحله في حياتك بيبقى ليها شكلها. بلاش نسترخص في مزاجنا. انت لو لقيت نوع قهوه رخيص ما تشتروهوش لمجرد ان هو رخيص، لو ذوقك اشتري. لان احيانا هل ده يؤثر على الصحه؟ في حاجات بتاثر على الصحه. يعني انا مش بتكلم عن القهوه هنا تمام، طول ما هي قهوه تمام. اول ما نطلع بره ان هي قهوه عليها مكونات تانية، انت كده في مؤشر خطر، لان المكونات دي من ضمنها مانع للتكتل، ماده كيميائيه. مثلا في نوع بتعليه الوش، محسن لتعليه الوش، ماده كيميائيه. في محسن لتقل القوام، ماده كيميائيه. في محسن لمنع المراره، في منع حموضه. كل الحاجات دي كيميكال تدخل جسمك، اكيد لها تاثير سلبي عليك. تمام. مع كترها الموضوع مش هيبقى في صالحك خالص. فال 200 جنيه اللي انت وفرتهم في سعر الكيلو او ال 50 جنيه اللي في سعر ربع كيلو هتوديك في حته تانية هتصرف فيها ارقام اكبر بكتير. أوكي. فمزاجك حاول ما تسترخصش فيه، اشرب الحاجه. مش بتكلم على ان انت تشتري انواع غاليه قوي، على قد ما بتكلم على ان انت ما تروحش الحاجه لمجرد انها رخيصه. ثالث حاجه ده هنا اخر حاجه اللي فاتت دي كانت للعميل. اوكي. ثالث حاجه مرتبطه بمشكله موجوده. ماشي. ان المشاريع بتتكرر. يعني محمصه قهوه نجحت، يلا نفتح محمصه قهوه. اوكي. ممكن من غير دراسه. هو شايف الحاجه ناجحه وفتحها، وفي مع الوقت كل ده بيتغربل. يعني بتلاقي، فاكر الهوجه بتاعت السنترال زمان؟ كل شارع بقى فيه سنترال او في محل فيه مكالمات ديت المحمول مش عارف بكام. بعد فتره صغيره كل ده اتغربل وكل ده وقع. فده هيحصل في القهوه زي ما حصل في الفرايد تشيكن من فتره، هيحصل دلوقتي في القهوه. ان المحامص كترت قوي والكافيهات كترت قوي من غير ما يبقى فيه حاجه جديده بيقدمها. هو بيشوف حد قدم حاجه بيروح يقدم حاجه زيه. طب انت عارف هو نجح بيها ليه؟ ممكن يكون هو نجح بيها عشان هي مناسبه ليه. انت لما عملتها بشكل تاني فما بقتش مناسبه ليك. وانت لازم تدرس وتتعلم. اي حاجه في الدنيا لازم تدرس وتتعلم قبل ما تشتغل فيها. وبلاش كورسات القهوه. بلاش كورسات القهوه دلوقتي. يعني انت عايز تبدا ما تقولش هروح اخد كورس قهوه. اوكي. اشتغل على نفسك الاول، اعرف القهوه وافهمها كراجل متذوق الاول. يعني انت بدل ما تروح تاخد كورس قهوه، هات ادوات قهوه في بيتك. اوكي. واشربها كمستهلك عادي. جرب على نفسك يعني. جرب على نفسك واشتري من محامص مختلفه. افهم. عشان انت لما تروح كورس هتاخد كورس 3 ايام. الكورس ده سعره غالي و3 ايام. هل انت متخيل ان انت في 3 ايام هتبقى جامد في مجال القهوه؟ كورس تحميص 3 ايام هتبقى روستر جامد. هنسى. مش فكره هتنسى، هتطبق ازاي؟ ما انت لازم تكون فاهم اللي انت بتشرح لك في الكورس عشان تعرف تطبقه، عشان تعرف تشتغل بيه. تمام.
طب سؤال بس قبل ما ننسى، انا اسف ده سؤال مختص برضو وبعد كده هنختم. هو الريسكافيه قهوه طبعا بتتعمل بطريقه معينه؟ قهوه بس هل هي مخلوط بحاجه؟ لا، هو بيبقى قهوه، هي فكرتها برضو ببساطه اه القهوه هي بس هي قهوه جودتها اقل شويه. اوكي. شفت القهوه اللي احنا قلنا فيها عيوب هناك؟ مم. القهوه دي اغلبها بيروح للقهوه سريعه الذوبان. تمام. مم. بيبقى فيها نسبه، يعني في انواع فيها نسبه ارابيكا خفيفه شويه، بس هي اغلبها انواع روبوستا جودتها قليله. يعني الجولد وحش؟ مش فكره اشربه وحش كل يوم. اقول لك انا مش فكره وحش. الحبوب اللي متكسره بتروح فين؟ اه الحبوب دي كلها المفروض ان هي ما بتطلعش معانا في الشوال القهوه. اه الحبوب المتكسره والحبوب اللي فيها عيوب، مم. العيوب دي ممكن تكون حبوب تحس حبايه فاضيه من جوه. الحاجات دي أوكي. ما ينفعش تروح لشواله القهوه. مم. بياخدوها مع نسبه عيوب موجوده في المحاصيل، مم. وحبوب مقاساتها مختلفه عن بعض، متفاوته. كل ده بيتحمص وبيتنقع في احواض كبيره، مم. وبعد كده بيتفلتر. آه. فبيبقى عندك مشروب قهوه. القهوه في العادي مش بتدوب، اللي بيدوب منها تقريبا 25% بس من مكوناتها. تمام. في الاخر بيتبقى شويه القهوه اللي في الاخر اه دول. فمشروب القهوه ده اخدناه فلترناه، تمام. نزلناه على حاجه شبه الدش كده، نازله زي الدش فيها بتعدي على هواء سخن. مم. فالهواء السخن ده بيعمل ايه؟ بيبخر الميه، اوكي. فبينزل لك اللي داب في الميه. يعني هو حلو ولا وحش؟ ما هو ما اللي عندكم ده جولد اللي انا بشربه من عندكم ده حلو ولا وحش؟ اللي عندنا، لا انا عندنا بشربه كل يوم الصبح. ايوه انا مش عايز اشكر في حاجتي والله. لا يعني انا اقصد هل هو صحي لا. ولا مش صحي؟ يا لا نهار ابيض. هو خلينا نطلع بره حته صحي ومش صحي. آه. انا مش هتكلم في حته صحي ماشي. دي. لا هو يعني هو قهوه جودتها حلوه. اه ممكن ما تبقاش بنفس جوده القهوه اوكي ماشي. تمام اللي انت بتشتريها لنفسك. يعني هو هنقول كافيينه اقل؟ لا مش فكره كافيين خالص. احنا دلوقتي مش بنتكلم على الكافيين، احنا بنتكلم على طعم القهوه. طعم القهوه دي قهوه بديله اوكي. انت تستخدمها عشان انت ما عندكش امكانيه انك تعمل قهوه دلوقتي. اوكي. ما تخليش ان ده العادي بتاعك. يعني هي النصيحه برضو للناس، القهوه سريعه الذوبان دي ما يبقاش هي العادي بتاعك. العادي بشربها كل يوم الصبح. لا ثواني، والله بشرب. انت بتشربها ليه؟ ها؟ بتشربها ليه؟ ده بيفوقني الصبح. جميل. انت بتشربها عشان انت بتكسل تعمل، لا. ولا انت ما عندكش امكانيه انك تعمل؟ لا انا بشربها عشان بشربها مع الفطار ببلع بيه. لا انا قصدي انا دلوقتي مثلا لما بشرب قهوه في البيت آه. بجيب البن وبطحنه وبعمل قهوه. اوكي. تمام. بعملها تركي، بعملها اسبريسو، بعملها فلتر، بعملها زي ما بعملها. مم. البديل بتاعي القهوه سريعه الذوبان. البديل ده بيظهر امتى؟ مم. لما يبقاش عندي الامكانيه ان انا اعمل اساس. اوكي. بس فاحنا نخلي القهوه سريعه الذوبان معانا مم. بديل. مم. انا مش يعني بص انا بقول حاجه ضد المنتج بتاعي يعني. لا ماشي. لا اوكي ماشي. أنا احنا مصداقيه انا بس. انا النصيحه للناس مم. يعني القهوه سريعه الذوبان هي قهوه بديله للقهوه العاديه، قهوه بديله للامريكانو وبديله للاسبريسو. ده احنا بنعمل بيه ايس كوفي وبنعمل بيه كل اعمل. حاجه. ما انا بعمل كده في البيت. انا عندي في البيت. انا ممكن ما كنتش احبها عشان انا بشرب القهوه بشكل مختلف. بس انا مراتي بتحب القهوه سريعه الذوبان وناس كتير بتحبها واخواتي بيحبوها. بس انا ما بحبش اوصل للبديل غير لما ما عنديش الاوبشن ان انا اعمل حاجه. طيب من الواضح كده ان العلاقه الزوجيه هنا في القهوه صعبه قوي. انا مراتي ما بتشربش قهوه خالص اصلا. مراتي صعبه قوي في القهوه، بتقعد تعدل علينا في القهوه. لما عملنا يوم القهوه قبل كده بتحسسنا دايما ان انت لازم تتكلم على القهوه حلو. ما ينفعش تتكلم عنها. انت بتواجه الموضوع ده ازاي؟ هل هي اصلا ما بتشربش قهوه؟ لا بتشرب قهوه. تشرب مؤخرا بقت بتشرب قهوه. أوكي. بس هي ذوقها في القهوه مختلف عني تماما. هي بتشرب القهوه مسكره وفيها لبن وفليفرز والكلام ده. وبالذات الحاجات اللي هي زي سبانيش لاتيه او انا فاكر لما عملنا يوم القهوه في اسبريسو تقريبا كل ما كنا بنحاول نتكلم على القهوه وحش اللي هو القهوه دي قربتها فلا لازم تتكلم كويس على لا في حماس كده. في حماس. هي بتحب القهوه جدا، بتحبها جدا. وعلى فكره مراتي هي اللي ماسكه دلوقتي المونتاج وهي ماسكه السوشيال ميديا عامه. طيب عشان بتصور الكلام احنا ده. صح احنا فيديوهاتنا فايرالة على التيك توك والانستجرام وبتاع. حلو قوي. ارزاق يا عم الحمد لله. والله انا عملت فيديو اول فيديو بنعمله بحب يعني اول فيديو اعمله في حياتي لقيته جاب ملايين. ايوه شفته انا بالمايك التعبان ابو 200 جنيه ده وبتاع وبدانا نجيب مايكات بقى نجيب مايك بروفيشنال بقى وبتاع بس طب احنا ليه عملنا كده؟ والله يعني. هو الفيديو اداني الدافع ان انا اكمل في المحتوى. اوكي. انا ما كانش في دماغي اصلا الموضوع ده. انا عايز اقول لك ان انا التيك توك ده ما كانش موجود عندي على الموبايل اصلا. فاهم. حملته، نزلت الفيديو، جاب 2 مليون ونص. حلو. بدات التيك توك ب 17000 فولور ولا 18000. وانا لسه اول يوم ليا في حياتي. فاكمل ولا ما اكملش؟ لا اكمل. بدات صفحه الفيسبوك بتاعت ريسبريسو، نزل عليها الفيديو كان فيها حوالي 12000 او 11000.
لقيتها حاجه 40000. حاجه 40. فانت النهارده مم. لا كمل. ايوه. فكملت في المحتوى، ودي حاجه بتبسطك. ومفيش فيديو مم. جاب الارقام دي تاني. سبحان الله. كل ما بتدخل في التخصص اكتر كل ما المشاهدات بتقل. عشان الناس مش يعني بتتعب، الفيديو مع انك انت عملت الفرق ما بين القهوه العاديه ونوى البلح. ايوه، ما هو الفيديو الاولاني ده ما كانش بتاع قهوه، كان حاله عامه الناس عايشاها. ايوه. البن المخصوص، البن سعره رفع جدا الفتره دي. لو تاخد بالك اسعار البن مثلا الكيلو كنا بنبيعه 160 جنيه فجاه بقى ب 400 جنيه. حصل تعويم كده خلى الدولار في حته تانية. زائد ان محصول القهوه اصلا استهلاكه زاد قوي، فالمحاصيل قلت. كان طب احنا الذهب عندنا نزل بقاله اسبوع، منتجات القهوه مش هتنزل. لا ما بتنزلش. ما بتنزلش. اخر سؤال بقى، انت اتبسطت؟ جدا. قلنا عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لك فكره البودكاست ده حلو قوي بجد. والله انا كان نفسي نعمل ده، وكان نفسي حد يعمله بالشكل اللي انت بتعمله ده. ودايما تظهر النماذج بغض النظر عني خالص. والله في ناس هنا مؤثره جدا وفعلا ليها دور في مجالاتها بشكل ملفت للنظر، موجودين عندنا. هي مليانه، السويس مليانه نشاطات حلوه، مليانه مشاريع حلوه، مليانه مواهب حلوه. انا حقيقي مبسوط يعني ان انت قلت رايك في البودكاست. واصل البودكاست معمول عشان نوصل في الاخر لحته بتعملوها ازاي. شكرا.